ازاي الورد معاكم الدرس، وده فيديو جديد. اول كلاود كيتشن بيعمل برجر وتندر في مصر، والفكره عجبتني بصراحه فقلت نجيبه ونجربه مع بعض. تعال نبدا بالابيتايزرز. اول حاجه معانا وهي الرز الريزو، وهو عباره عن رز بسمتي عليه قطع كده تندر وعليه صوص الريزو. تعال ناخد معلقه نجربه بقى. الرز جاي شكله حلو قوي كده. الرز جاي مفلفل قوي، تسويته كويسه قوي، التندرز اللي فوق مهمشه مش طريه، وطعم صوص الريزو ظبطه بصراحه، طعمه حلو قوي. وكمان الكميه بتاعت الفراخ حلوه مش وحشه خالص بصراحه. رز الريزو مثالي. التتبيله بتاعت الرز جميله وهاديه. عايز اقول لكم برده القطع الفراخ من فوق طعمها حلو قوي، ولكن هي حراقه شويه، فمثلا ما بتحبش حراقه مش هيعجبك، بس لو بتحب الحراقه هيعجبك قوي. تعال نخش على تاني حاجه. تاني ابيتايزر معانا وهو السماش فرايز، ودي عباره عن بطاطس محمره عليها توابل وحاطين عليها قطع سماش برجر وصوصات من فوق. انا لما كلمت الاونر بتاع المطعم هو اكد لي ان هو بيستخدم لحم بلدي في السماش برجر بتاعه، فده شيء كويس قوي بصراحه. هو انا عموما كدرش ما بحبش البطاطس يبقى عليها اي نوع من انواع الصوصات، لان هي بتبقى مرمشه، بحبها مرمشه، فالصوصات دي بالطبيعه. بس في ناس الحاجات دي عشق بالنسبه لهم. بص ده الشكل بتاعه كده، هو مليان سماش برجر بصراحه، في قطع محترمه بصراحه والصوص كتير. تعالى ناخد بقى معانا نجربها. السماش معمول حلو قوي على الجريل، والصوص كمان حلو قوي. في صوص شيدر وفي طعم كده مايونيز، طعمها حلو قوي. طبعا الصوص مغطي على الطعم كله، بس شويه السماش التست بتاعه حلو، بيجي كده معاك وانت بتاكل، طعمه حلو. الناس بتحب اللغوصه، فده مكان اللغوصه بصراحه. هو كل الصوصات الناس اللي بتحب بقى الايه البطاطس والسماش، الطبق ده بالنسبه لها عالمي. هو لحد دلوقتي الحاجه جايه لذيذه، طعمها حلو، مفيش حاجه مخيشه، ده ماشي حلو بصراحه. اول سندوتش هنجربه هو السوبر برجرايز. هو السندوتش عباره عن قطعتين تندر عليهم خس وطماطم وبيكلز وصوصات. تعالى بقى نقسمه كده عشان نعرف ندوق. ده كده الشكل بتاع الساندوتش، شكله بتاعه حلو قوي بصراحه. وعايز اقول ان هو جاي العيش مش معجن، الحاجه جايه مع انها دليفري، بس الحاجه جايه شكلها حلو قوي. هو اكتر حاجه عجباني السندوتش ده بصراحه خاص انه جاي فريش، لان معظم المطاعم تيجي تجيب الخاص ما بتبعتوش فريش بصراحه. وكمان القطعه بتاعت التندر كده جايه الحجم بتاعها كويس. فالتتبيله حلوه قوي. الناس بقى اللي بتحب اللغوصه والصوصات كتير من الناس كتير على التندر والخاص هيبقى حلو قوي بالنسبه لهم. انا بالنسبه لي لسه في احلى، احنا لحد دلوقتي لسه بنسخن، وانا حاسس ان شاء الله هيبقى فيه حاجات احسن. طعمه حلو قوي، بس انا مش من عشاق الصوصات، يعني احب احس بطعم كل حاجه لوحدها كده. فانا اخش على اللي بعده. ده سندوتش التيربو تشيكن، وهو عباره عن قطعتين تندر محطوطين في عيش تورتيلا، بس ما كانش مكتوب اكتر من كده، فانا هفتحه ابص عليه الاول اشوف فيه حاجه ولا ما فيهوش. هو مليان خس والصوصات برده خام مخلل، مش صوص كبير قوي بصراحه. عايز اقول لك السندوتش ده بالطريقه دي عجبني اكتر من اللي قبله. عيش التورتيلا هنا مع التندر طعمه حلو قوي، عجبني. الحجم بتاع الفراخ في السندوتش بصراحه كبير قوي، يعني هو بيطلع كده، هو تحفه قوي قوي قوي، حلو جدا. خش على بعض. خش بعد كده على السماش برجر. السندوتش ده اسمه دبل سماش، هو عباره عن قطعتين لحم كده معمولين سماش، معاهم صوص مدخن ومعاهم خس وبيكلز. ده كده شكل الدبل سماش. هو جاي فيه قطعتين لحم كده، بس هم يعني مش كبار قوي، مش واصلين لاخر السندوتش، بس السندوتش برده ايه مليان صوصات كده، والريحه بتاعت السماش باينه قوي. انا مش عارف ليه البراند ده لغايه دلوقتي ما فتحش مطعم، اللي هو شغال كده وكيتشن بس. بصراحه الاكل حلو قوي، قطع في السماش مش رفيعه، طعمها جميل، التدخين باين قوي في الصوص بتاعها. عاجبني قوي والله فكره ان الخس فريش، لان معظم المحلات بتاعت البرجر خاص بيبقى سايق قوي، فبصراحه طعمه حكايه. بالنسبه لي ارشح السندوتش ده بقوه. ده سندوتش ميكس برجرايز، عباره عن قطعتين كده من التندر وتركي مدخن، تحتها قطعه كده سماش برجر مع خس ومايونيز وصوص جبنه. ده كده الشكل بتاعه من جوه، الشكل بتاعه لذيذ قوي، قطعتين تندر سماش صغيرين خالص. ميكس بقى التندر مع البرجر، انا اول مره اجربه يعني، ما اعرفش الشعب هيطلع عامل ازاي، فيلا نقطع بقى ونجربه مع بعض. ده كده شكل السندوتش بقى نقطع، شكله رايق بصراحه. بس انا قصتي كلها ان انا كنت محتاج ان قطعه السماش تبقى اكبر شويه، او كنت تعمل بالقالب تبقى يعني على مساحه اوسع شويه، بس هي مش موصله في الطعم يعني. يلا جربه. وجود التندر مع السماش برجر ما ضايقنيش خالص، بالعكس انا قلت في الاول ان هو ممكن الطعم ده مش هيبقى راكب مع بعض، خصوصا انا اول مره اجرب انا التندر مع البرجر في ساندوتش واحد. ميكس حلو قوي، الدورك مدخل الموجود جميل جدا، صوص الجبنه عامل ميكس لذيذ كده مع باقي الصوصات. ولكن اكتر حاجه عجباني في الساندوتش ده ان الصوص مش كتير قوي، فطعم التندر باين وطعم السماش باين، فشايف طعمه حلو قوي قوي قوي. الساندوتش ده برضه ارشحه بقوه، طعمه حكايه. بصوا السندوتش خلقان الصور، هو ده سندوتش اسمه سماش مشروم. بصوا المنظر بتاعه كده. عايز اقول لكم ان انا عم شيلته من الورقه بتاعته طلع عيني اهو. سندوتش كبير، حجمه تقيل، مليان غرقان مشروم، ومليان مشروم وصوصات كتير جدا. فانا عشان ما يوقعش اكتر من كده فايه، فهحافظ على شكله الادمي. طيب يعني مش هنعرف نقسمه، فههبر منه كده. الساندوتش ده مليان ميكس اطعمه مش طبيعيه، كميه فليفرز
بالنسبه للمشروم والخس وصوص الجبنه والمايونيز. السندوتش ده مليان وحجمه كبير جدا، في قطعتين جوه، سماش برجر. السندوتش ده اكتر سندوتش عجبني لغايه دلوقتي، بالرغم ان انا ما بحبش الصوصات كتير، بس السندوتش ده مجرم. الكيس بتاعه لسه في بوياه، حلو قوي. نخش على السندوتش اللي بعد كده معانا، وهو تركي تشيكن. هو من الاسم باين عليه ان هو قطعه تندر وعليها تركي. بص السندوتش ده اسمه تركي تشيكن. هو السندوتش عباره عن قطعتين تندر كبار وقطعه تركي مدخن ومايونيز. بس بصراحه حجم السندوتش وحجم التندر اشترك جميل، وكمان العيش نفسه فاهم، العيش صابح وحلو جدا. خصوصا ده كلاود كيتشن، يعني المفروض تجربه جديده وكده، ولكن لغايه دلوقتي انا مش شايف فرق بينه وبين اي مطعم صراحه بيعمل فرايد تشيكن او بيعمل برجر. الموضوع ده لذيذ قوي، ويمكن اعلى المطاعم انا عارفها، فده بالنسبه لي شابوه جامد قوي 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 للبراند ده. بص السندوتش والله يعمل له بحوالي نص كيلو، السندوتش كبير قوي يعني. يلا نجربه. كيلو مدخن مع التندو. اكتر حاجه عجباني في السندوتش ده الميكس ما بين التركي المدخن والمايونيز وقطع التندر مع الخيار المخلل تحت البيكلز. بقول لكم ايه، طعمه حلو قوي بره. ده من اكتر برضه السندوتشات اللي عجبتني النهارده. العيش جاي صابح قوي مش دايت، العيش جاي حلو قوي، والقطمه بتاع السندوتش نفسها واللقمه لذيذه جدا. بصراحه لغايه دلوقتي البراند ده بالنسبه لي طعمه حلو جدا، قيمه مقابل سعر. وعايز اقول لكم الدليفري ما اتاخرش، هو كان اقل من نص ساعه كان موجود عندي هنا. هو انا اعرف ان البراند نفسه ليه 4 فروع كلاد كيتشب، بس انا ما اعرفش هم فين بالظبط، مش عارف 4 او 3. بس صراحه التجربه عجباني قوي، حاجه طعمها حلو، حاجه طعمها فريش. التندر والسماش برجر حاجه طعمها جميل قوي. وعاجبني هو ان هو متخصص، يعني واخد القصه بتاعت السماش، بس مركز مع السماش. بالنسبه للبرجر اللحمه طعمها حلو، يمكن الكومنت بتاعي الوحيد بس ان القطعه السماش نفسها تبقى اكبر شويه، بس غير كده كل حاجه حلوه قوي. تجربه تعجبك جدا لو انت من محبي الاكل اللي هو التيك اواي وكده، فالبرجر ده بالنسبه لك هيعجبك جدا، سواء هو او التشيكن اللي عامله. ده كده كان فيديو النهارده من الدرش، والفيديو ده ما كانش اعلان خالص، هو صاحب البراند بعت لنا نجرب الاكل بتاعه واحنا جربناه بكل مصداقيه. والفيديو هنسيب لكم زي ما انتم شايفينه كده ان شاء الله. واي براند بادئ او اي براند موجود حابب ان احنا نصور له حاجه زي كده، احنا بنعملها بشكل مجاني خالص، يعني مش اعلانات. مجرد بس ان هو بيبعت لي اكل نبدا نجربه، لو حلو بنقول حلو، لو وحش وعندنا كومنت بنبدا نقوله زي ما قلنا دلوقتي على موضوع ان البرجر فيه نقط بشار. بس التيست بتاعه حلو كده. كان معاكم الدرش، سلام.